السلام عليكم ورحمة الله، متابعين الغاليين، متابعين قناة وصفة وأكلة مع خوخة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو النهاردة أو روتين النهاردة، يعني هنظبط الشقة كده قبل ما امشي. أنا رايحة عند ماما، فلازم الشقة تكون نظيفة ومترتبة طبعا وكل حاجة في مكانها. بصراحة يعني مش بعرف أخرج غير لازم تكون الشقة تكون يعني مترتبة وكده، عشان احس براحة نفسية. يعني عشان ما ينفعش اخرج ومثلا اسيب الشقة مش نظيفة او مثلا مكركبة او كده. فيلا بينا بقى نعمل الروتين ده مع بعض. ولو لسه اول مرة تشوفيني، انزلي تحت اشتركي كده في القناة على طول. واعملي لايك وشيري الفيديو بقى لاصحابك ولقرايبك كده عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا بقى بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ الروتين بتاع النهاردة بقى بأوضة النوم. هي الأوضة نضيفة وكل حاجة، بس هنسويها كده ونرتبها مع بعض. وفي بقى حبة غسيل، الغسيل اللي احنا غسلناه في الروتين اللي فات نشف ولميته وهطبقه بقى معاكم. وخدت الغسيل بقى من بره وقلت اطبقه كده في أوضة النوم على طول، عشان مفضلش بقى بعد ما اطبقه رايحة جاية وكده. فخليني قريبة من الدولاب عشان اطبق واحطه على طول في الدولاب. آه، انا كنت هنا كده، كانت الساعة مثلا حوالي 3 او 2 3 كده. فقلت بقى اظبط الشقة وكده، يعني قبل ما جوزي يجي وبيجي ونتغدى وبعد كده نمشي على بالليل. بصراحة ما برضاش امشي الصبح يعني وكده والجو حر، فبستنى بالليل كده يكون الجو طراوة والواحد يعرف ينزل. بس فقلت اظبط بقى الدنيا وكده قبل ما يجي، عشان يعني يجي ونلبس وننزل على طول. وهي الشقة كانت نضيفة، يعني لميتها كلها بحوالي ساعة بالكتير قوي كنت مخلصاها. بس برضو قلت اعمل غدا سهل كده وسريع، مش عايزة اقف في المطبخ كتير. فعملت حبة مكرونة كده بالسجق على طول في حلة واحدة، ما خدوش برضو مني وقت على طول. وما تفتكروش ان الشقة يعني فضلت متروقة برضو، يعني ما شاء الله على يونس. بيبهدل كل حاجة واحنا ماشيين متأخر، فيعني كانت كل حاجة برضو عادي يعني. كل حاجة بقتش في مكانها وكده. بقيت برضو قبل ما بمشي بقيت عمالة الم كل حاجة يعني في مكانها على قد ما اقدر. واللعب دي بتاعته بجد عاملة لي أزمة، يعني في كل حتة تلاقي لعب بجد بتحسسني ان الشقة مش نظيفة خالص، بحس ان الشقة مش مترتبة بسبب اللعب دي. ولمها برضو يروح يعني يفضيها عادي في الأرض وما يلعبش بيها. فمش عارفة يعني ايه الممتع في كده يعني. بس وهنا بقى كنت طبقت الغسيل كده زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده شيلته في الدولاب. وهسوي السرير بقى. بس يا جماعة اتنكدت قوي والله يعني بعد الفيديو ده. كنت بصور بالرينج لايت وكده فوقعت. الرجل بتاعتها بتلم من تحت، فلمت على بعضها راحت واقعة على اللي هو الرينج لايت من فوق. هديت قطمت عندي وما قعدت اصلح فيها قد كده، مفيش خالص. مش راضيه خالص تصلح ولا راضيه تتلزق. عماله الزقها بشمعة، الزقها بسولوتيب، برضو مش راضيه اي حاجه خالص. الموبايل بيبقى تقيل على الحته اللي من فوق فبتاخد اللزق وتقع. فبصراحه يعني كنت لسه جايباه، ما تهنتش بيه يعني، ما صورتش بيه فيديوهين 3 على بعض. بس الحمد لله خد الشر وراح. الحمد لله ان هي جت فيه يعني، ما جاتش في اي حاجه تاني. وكملت بقى تصوير الفيديو كده بستاند من عندي عادي خالص، فكان تعبني في التصوير. بس قلت بقى لازم اكمل لكم الفيديو. بصراحه اما اتكسر كده وانا بصور يعني حسيت بطاقه سلبيه، حسيت ان انا مش عايزه خلاص اكمل تصوير وخلاص بقى يعني اليوم يتقفل. بس الحمد لله يعني فدانا. والكوفرتة دي يا جماعه بجد بحبها قوي. يعني بحس ان هي بتليق على كل القطط الملايات اللي عندي، وهي على الوشين كده. فبحس ان هي بصراحه بتليق اكتر يعني على اكتر ملايات عندي خالص. فحلوه يعني. مع ان احنا مش بنتغطى، يعني الجو مش مستاهل خالص ان الواحد يتغطى، بس خلاص يعني اتعودنا يعني. شر لابد منه، لازم تكون الكوفرت على السرير. فانا بصراحه متعوده يعني، بلاقي كده السرير من غير كوفرت بحس ان هو فاضي كده، يعني في حاجه ناقصه.
بس وهنا بقى كنت خلاص ظبطت السرير كده، بصوا زي ما انتوا شايفين يعني كده، طبقنا الغسيل وظبطت السرير. هنخش بقى على التسريحة. هي برضو من جوه مترتبة ما فيهاش اي حاجة، بس هي من بره بقى يعني كان في حاجة كده مش في مكانهم، فرجعت الحاجة مكانها. بس وحاولت كده ان انا افضي برضو اي حاجة من جوه، لاني مليانة تسريحة من جوه، عايزة مثلا افضي مكان عشان احط حاجات تاني. فالغسول ده يعني كان خلص خلاص من عندي، اللي هي في الحمام خلصت وكده، فقلت بقى اطلع دي. يعني بصراحة يا جماعة الغسول ده برضو حلو قوي. وانا بايدي دي اديت العلبة الفاضية ليونس الكرتون، قطعها 100 حتة ورماها في الارض، يعني كأني بقوله خد يا حبيبي بهدل الدنيا. بس فقلت الهيب اي حاجة، انا بحب الهيب اي حاجة بقى ايه، بدل ما يبهدل الدنيا يعني. ما بحبش اسيبه مثلا لوحده كده، بحب يبقى قاعد معايا في نفس المكان اللي قاعدة فيه، يعني عشان تبيني عليه. لان بصراحة لو سبته 5 دقايق كده والدنيا هدوء مفيش اي حاجة، بحس ان هو خلاص بيعمل مصيبة يعني. بس فلازم يبقى قاعد معايا يعني، فبلهيه بأي حاجة، بديله اي حاجة يلعب بيها كده. وهنا برضو الازاز كده لقيته منطش من تحت برضو، فقلت ألمعه كده. وفضلت بقى ارجع كل حاجة كده مكانها عشان اروق الدنيا وكده وكده. خلاص يعني خلاص كانت الأوضة اتروقت. انا بقول لكم ان هي ما فيهاش اي حاجه والله، يعني هي نضيفه وكده، فما خدتش مني وقت خالص. وكنست الارض وخلاص. دي كده كانت اوضه النوم. عايزه بقى ان شاء الله اما ارجع افضي الكيس بتاع المكنسه، عشان وانا بكنس كده حاسه ان هو ايه يعني مش بتشفط كويس. فقلت يبقى خلاص اكيد كده الكيس اتملى، فان شاء الله هرجع وافضيه قبل ما اكنس بيها تاني. وهوريكم طريقتي بقى في طريقة تنفيذ الكيس وغسله من غير بقى ما بهدل الدنيا او اي حاجة. بطريقة بصراحة تحفة تحفة يعني جدا، ما بشيلش هم يعني ان اغسله كده. فان شاء الله هرجع ونغسله ان شاء الله مع بعض في روتين تاني باذن الله. شايفين هنا التسريحة خلاص رتبتها. واللي عارفني بقى لازم خطوة اساسية كده بعد ما اروق ارش المعطر. دي بصراحة حاجة يعني اساسية كده، ما بحسش ان انا روقت غير لما بعملها، برش معطر كده عشان يعني الدنيا تبقى ريحتها حلوة وينعنش الجو كده. بس رشتين كده بحب ارش على على الفرش وعلى السجاد، بصراحة الريحة بتاعته بتثبت فيها يعني. احسن ما ترش في الجو كده يعني، برش على الفرش فبتثبت. مش عايزاكوا بقى تتخضوا من المنظر، هو منظر مرعب بجد، بس بجد الأوضة دي يعني كتر خيرها. احنا بنعمل فيها كل حاجة يعني، قاعدين نايمين واكلين شاربين فيها، فبصراحة ما بتقعدش خالص مترتبة. انا يعني مشفقة عليها يعني كتر خيرها. انا ما بقعدش بره في الصالة او كده، بصراحة مخليها نضيفة زي ما هي، والانتريه بره يعني نضيف. وبنقعد جوه في الأوضة بتاعة الأطفال، ففيها بقى الهرس كله وبنهلك فيها، فيعني كتر خيرها بصراحة. هنا بقى الفرش بصراحة بتاع السرير انا كنت اخليه، بس لا لقيته مش فيه بقع وكده مطرح الاكل، فبصراحة قلت اشيله بقى عشان يعني هو محتاج ان هو يتشال، فمش هينفع اكتر من كده. انا الفرش هنا في اوضه الاطفال بسيبه مثلا هو يومين 3 يعني كتير قوي عليه، بلاقيه جاب اخره يعني. فشيلته بقى ونفضت السراير كده تنفيضه سريعه، وبعد كده بقى هفرش الفرش التاني. ده غير بقى البوتي تريننج بقى وسنين، ويعني شغاله مع يونس بوتي تريننج الايام دي، فمش عايزه بقى اوريكم البهدله يعني سجاد بفرش بكله، فبصراحه بتتبهدل جامد يعني. فعلى طول لازم ايدي تبقى فيها وكده، عشان يعني يعتبر هي دي المعيشة بتاعتنا فيها كلها يعني بتبقى في الأوضة دي. بس هنا بصوا فرشت الملاية وبعد كده فرشت عليها الكوفرتا كده. مش عايزة اقول لكم برضو يعني قبل ما نمشي
كان الفرش ده خلاص يعني هو اتشال من على السرير في ساعتها يعني. يونس ينام على السرير ويقول لي اتغطى يا ماما اتغطى، يا ابني تتغطى ايه الجو حر، ويشد في الكوفرته ويشد في الملايه، هو اي اذى وخلاص كده يعني. كمان لازم فقرة السرير دي وانا بعملها لازم بقى يقعد لي على السرير اللي انا عايزه اعمله. فبصراحه مش عارفه هو لوحده كده ولا هي الاطفال كلها كده ولا ايه، بس فربنا بقى يبارك لنا فيهم كده ويخليهم ويفضلوا بقى يقلبوا الدنيا على طول، بس اهم حاجه هما يكونوا كويسين، وربنا يبارك في اولادنا كلنا يا رب. بس وهو بقى يعني انتوا عارفين ان الاوضه دي اصلا ما فيهاش غير هو السريرين والشاشه وكومودين واحد وخلاص. باقي الاوضه في الاوضه التانية. انا ما عملتش فيها روتين قبل كده، بس ان شاء الله برضو اما ارجع هنعمل لها بقى ايه يعني، دي اللي محتاجه بصراحه تنظيفه عميقه كده، فهنعملها مع بعض ان شاء الله اما ارجع. وايه رايكم في طقم السرير ده؟ بصراحه انا مش بحب افرشه يعني، فعشان مش عارفه بحس ان الملايات شبه ملايات المستشفيات، ف مش عارفه، بس بصراحه بحب افرشه برضه عشان بيبقى غامق شويه فبيستحمل. ف فهو قلت افرشه بقى وخلاص. وهنا خلاص بقى كنت ظبطت السراير، وهنكنس بقى الارض برضو كنسة سريعة كده. هي احنا برضو انا كنت لسه مسحاها، وكمان كنت غاسلة السجادة. برضو اللي اتفرج على الروتين اللي هو بتاع التنظيفة العميقة بتاعة الأوضة دي، انا لسه غاسلة السجادة من قريب والدنيا تمام يعني. كل من ده بقى قصته غريبة، انا كنت رايحة عشان اشتري ديسبنسر يعني، على اخر علمي ان هو كان ب2500 يعني 2800، هو ده انا اخر سعر يعني اتوصلت له كده. فعادي قلت بقى يعني الغلا ده وكده هلاقيه مثلا باربعة ونص كده يعني. فرحت لقيته ب7500، فاتصدمت، فلقيت الكولمان ده مش عارفة كان ب240 جنيه ولا ايه، قلت هو ده حلو قوي هجيبه خلاص. يعني انا مكنتش عايزة كولمان، بس بصراحة جبت قلت ايه اي حاجة وخلاص كده، بدل ما بنطلع ازايز فده يبقى حلو ويفضل محتفظ بالمية، لان انا بطلع مثلا الازازة اشرب منها مرة بحس ان هي سخنت في ساعتها يعني. فقلت ده يبقى حلو كده يحتفظ بالسقعية شوية، وكمان لونه شدني قوي بصراحة، لقيته لايق مع الأوضة، كل الأوضة عندي فيها رمادي فهو رمادي كمان، فبصراحة عجبني. وكمان تغيير عن الألوان التقليدي، أنا يعني كنت على طول أشوف مثلا أزرق الأحمر عند ماما الأحمر، فأول مرة أشوف الرمادي ده فقلت أجيبه خلاص، ومنفعني بصراحة. كده انا خلاص كنت ظبطت الاوض وكنستها، وكمان كنست الطرقة، ودخلت على المطبخ بقى. كان في حبة مواعين مطرح الفطار، ما كانوش كتير خالص، فغسلتهم على طول وكنست الارض ولمعتها كده. وطبعا بقى ما عملت الغدا وبعد ما اتغدينا وشربنا الشاي فقمت برضو غسلت المواعين، عشان ما ينفعش طبعا اسيب مواعين وامشي، لان انا برضو يعني مثلا مش يوم او كده، انا بروح مثلا حوالي 4 5 ايام، فما ينفعش خالص ان انا اسيب مواعين. فبس وغسلتهم على طول برضو. عايزاكم بقى يا جماعة تشجعوني كده بقى بلايكات وعايزة تفاعل كده على الفيديو، عشان بصراحة بحس بإحباط مش طبيعي يعني. بحس ان انا بعد ما بصور وبمنتج وبتعب في الفيديو، يعني بحس ان هو مثلا مش بيجيب فيوهات عالية او مثلا لايكات وكده، فبحس ان مش عايزة انزل فيديوهات تاني. فانتوا شجعوني بقى وكده عشان استمر معاكم ان شاء الله، وانزل لكم ايه كل الروتينات اللي انا بعملها والتنظيفات اللي بعملها في الشقه، عشان اشجعكم واشجع نفسي برضو. واللي مكسله مثلا تعمل اي حاجه، لا تتفرج على الفيديو وتقوم على طول تتشجع كده وتتنشط وتخلص اللي وراها، عشان تحسي ان انت قاعده كده مرتاحه ويبقى في راحه نفسيه كده، ما تبقيش مثلا قاعده شايله الهم وبتاع. فعايزاكم بقى تفجروا الفيديو ده كده لايكات. وبس يا رب يكون روتين النهارده عجبكم، روتين خفيف كده ظريف ما فيهوش بقى تعب كتير، هي حاجات بسيطة كده بس بجد بتفرق 180 درجة. بس وقابلكم تاني ان شاء الله في روتين جديد وفيديو جديد، وشرفتوني متابعتكم دي بتشرفني، وكومنتاتكم بجد بتبسطني جدا. ونفضل دايما طبعا مع بعض ان شاء الله.
وشرفتوني في قناتي وصفة وأكلة مع خوخة.